دلوقتي يا جماعه ناخد مع بعضنا درسين، الدرسين دول هشرحهم في درس واحد. ازاي الكلام دي وايه هما؟ ازاي ده هنشوف في الشرح. طيب ايه هما؟ هما ظرف المكان فوق اعلى اسفل خلف. وازاي توصف طريق لحد، تقول له مثلا امشي على طول، اكسر يمين، عدي الناحيه الثانيه، وهكذا. تعالوا نشوف. لو قلت لك دلوقتي هاو دو يو ديسكرايب ذا دايركشنز، ازاي توصف الاتجاهات، ازاي توصف طريق لحد. لو عايز تقول لحد امشي على طول هتقول له جو ستريت. جو ستريت، ستريت هنا الجي اتش ما بينطقوش، ستريت. وجو طبعا معناها اذهب امشي، ستريت معناها باستقامه. انت هتمشي ستريت كده على طول. معناها امشي على طول. يو مين ستريت. رايت معناها يمين، وليفت معناها شمال. طب لو عايز اقول لك احود يمين هقول لك ايه؟ هقول لك تيرن رايت. تيرن رايت معناها احود يمين، وكذلك تيرن ليفت احود شمال. تمام كده؟ طيب لو قلت لك مثلا when you arrive there you will find it، لما توصل هناك هتلاقيه، المكان يعني اللي بشاور لك عليه. هقول لك مثلا هتلاقيه مثلا على يمينك، على شمالك، اسمها on your right. on your right معناها على يمينك، on your left معناها على شمالك. عندنا كمان go past. go past معناها بيمر على، بالبلد كده معناها بيعدي على كذا. يعني لما اقول لك مثلا واحد دلوقتي مثلا واقف بيسالني، فبقول لي مثلا انا عايز اروح صيدليه، ركز معايا. فبقول لك مثلا عايز اروح صيدليه، فاقول له مثلا امشي على طول كده، وانت ماشي هتعدي على عماره، هتعدي هتمر على اللي هي جو باست. جو باست معناها بتعدي على او بيمر على، تمام، اسمها جو باست. طيب لو عايز اقول لحد مثلا لو توصل هناك مثلا هتاخد الطريق الثاني، او اللي هو تيك ذا سكند رود، هتاخد الطريق الثاني، او تيك ذا فيرست رود، هتاخد الطريق الاول، تمام، على حسب انت توصل انهي طريق، الاول الثاني الثالث. طيب لو عايز اقول له بقى هتعدي الشارع او عدي الشارع، في فعل اسمه كروس. كروس معناها بيعبر، بيعدي. كروس ذا رود، عدي الطريق. كروس ذا رود يعني عدي الطريق وانت واقف على الناصيه. ناصيه يعني كورنر. كورنر طبعا احنا عارفين ان معناها زاويه، معناها ركن، لكن هنا معناها ناصيه مع حرف الجر ان واد. ممكن تقول ات ذا كورنر، على الناصيه. ان ذا كورنر برضو معناها على الناصيه. طب بص معايا الحته دي. Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery. وهي بتوصف طريق. قالت ايه دلوقتي؟ قالت تيرن رايت ات ذا كورنر، احود يمين على الناصيه، اند جو ستريت، وامشي على طول. جو ستريت اهيد، دي معناها امشي، يعني اهيد ديت معناها مباشره، معناها لقدام، تمام؟ يعني ما رضيتش اقول ان مش هتفيد حاجه يعني اكتر، يعني لما اقول لك مثلا امشي على طول اكيد يعني بقول لك امشي على طول لورا يعني، تمام؟ مش امشي بظهرك، تمام؟ فجو ستريت اهيد امشي على طول للامام مباشره. اتس اون يور رايت، على يمينك. نيكست تو ذا بيكري، ركز معايا. نيكست تو ذا بيكري معناها جنب الفرن. نيكست تو معناها بجوار، ودي اول ظرف مكان هناخده دلوقتي. نيكست تو بالبلد كده معناها جنب. لما اقول لك مثلا جوني سيتس نيكست تو توم، جوني بيقعد جنب توم ان ذا كلاس روم، في الفصل مثلا، تمام. في برضو عندنا نير. نير معناها قريب. لما اقول لك دو يو ليف نير هير، انت عايش قريب من هنا. برضو behind. behind معناها خلف. behind معناها خلف. لما اقول لك مثلا don't worry، ما تقلقش، I am behind you، انا وراك. ودي اكسبريشن التعبير على بعض كده بيتقال يعني من صاحب لصاحبه. لو بتقال له ما تخافش، انا وراك، معاك راجل، انا في كتفك، تمام كده. طيب above. above مش above، تمام. above معناها فوق، معناها اعلى. لما اقول لك مثلا it's above 20 degrees، يعني درجه الحراره اعلى من 20، تمام. ممكن اقول لك مثلا مثال تاني I love this book above all، انا بحب الكتاب دي اكتر من الكل. between. between معناها بين. بين عادي في الزمان، هي في المكان، مفيش على اي اختلاف. يعني لو اقول لك مثلا the first world war took place، الحرب العالميه الاولى حصلت بين 2040 and 2080، من 1914 ل 1918. دي زمان عادي. ممكن اقول طب مكان، ممكن اقول لك مثلا ايه I am standing between فلان and فلان، انا واقف بين فلان وفلان، عادي. هي في الزمان، هي في المكان، معناها بين، عادي. طيب عندنا كمان in front of. in front of معناها امام. لما اقول لك مثلا my house is in front of يوسف ابن يعقوب موسك، انا بيتي قدام مسجد يوسف ابن يعقوب. واخر ظرف مكان هناخده هو under. under معناها تحت. لما اقول لك مثلا he is sitting under a tree، هو قاعد تحت شجره هناك اهو، تمام كده. طب تعالوا نسمع ديتي. Yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop. Then you'll see a park.
There is an ATM in the bank next to the park. طيب سمعنا دلوقتي جو ستريت اهيد. جو ستريت اهيد معناها يمشي على طول، لسه قايلنا. كروس ذا رود عدي الطريق، اند جو باست وهتمر على بقى ذا سويت شوب محل الحلويات. there is ATM in the bank. ATM اللي هي ماكينة ال ATM، ممكن تلاقيها ATM ماشين، يعني ماكينة ال ATM زي عندنا احنا في مصر عادي، يعني يقول لك ايه في مكنة ATM هنا، ممكن تلاقي في ATM هناك اهي، معروفة يعني مش محتاجة. next to the park جنب البارك اللي هي الحديقة. كده يا جماعة خدنا مع بعضنا ظرف المكان أو حروف الجر المكانية، وعرفنا ازاي نوصف طريق. كده خلصنا.